المتحدث اللواء السابق في المخابرات السعودية أنور عشقي عما أسماها شروط عودة العلاقات مع قطر. وفي تصريحات لصحيفة الشروق المصرية قال عشقي إن الشروط الخليجية تتمثل في إيقاف كامل لشبكة الجزيرة ووقف الحملة الإعلامية التي تقودها قطر ضد دول مجلس التعاون الخليجي. وقال أيضا إن من الشروط إيقاف قنوات الظل الممولة قطريا بأموال طائلة. وأضاف أن دول الخليج تريد أيضا من قطر طرد قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقيادات من حركة المقاومة الإسلامية حماس. وبحسب أنور عشقي فإن الخليج يشترط على قطر قطع علاقتها بإيران قبل المصالحة وإنهاء الخلافات. يشار إلى أن قطر لم تعلق بشكل رسمي على الأنباء التي تردد منذ أيام حول شروط الخليج لإنهاء الأزمات التي يتمثل أبرزها بإغلاق الجزيرة وإخراج قادة حماس